قصة النهاردة بعنوان الطبيب. يحكى أن طبيب أراد ربنا إن هو يجري على إيديه شفاء الناس، فعلمه ما لا تعلمه المدارس، وشرح له صدره وقلبه، فكان بيصنع الأدوية وبيحطها في زجاجات، وبيحط الزجاجات دي على رفوف مكان ما بيستقبل المرضى بتوعه. وزادوا ربنا تكريم إن المريض كان لما بيدخل عليه بتهتز زجاجة من زجاجات الدواء على الفور، فبيعرف الطبيب علاج المريض من قبل حتى ما يتكلم أو يقول شكوته، فيناوله الدواء بتاعه وبيخف المريض بإذن الله. وذاع صيت الطبيب ده، وبقت الناس تجيله من كل مكان، فاللي كان قريب بيجيله مشي، واللي كان بعيد بياخد زاده ووجعه وبيرتحل إليه. وفضل على الحال ده فترة من الزمن، كل لما بيدخل عليه مريض بتهتز زجاجة الدواء. وفي يوم حصل إن مريض جاله بيشكو وهن في جسمه واصفرار في وشه وانخفاض في وزنه، وعينه الطبيب وبص للرف زي ما متعود يعمل، بس الغريب إن الزجاجات كلها فضلت هادية على حالها، لا بتتحرك ولا بتتهز. فقال له الطبيب: دواؤك ليس عندي. خرج المريض من عند الطبيب موقن بالهلاك، فالطبيب الماهر اللي بيدي الدواء الشافي عند أول معاينة عجز إن هو يديله دواء. واهتم الرجل واغتم، وقرر إن هو هيرتحل علشان يموت في البرية بعيد عن أهله، علشان ما يوجعهمش بألم فقده. ومشى الرجل في البرية لغاية ما أنهكه التعب، ووصل لدرجة كبيرة من الجوع والعطش، فسند ظهره على جذع شجرة وفضل قاعد مستني الوقت المحتوم. وأثناء ما كان على الحالة دي مر بيه راعي بيسوق القطيع بتاعه قدامه، فبصله وصعب عليه، وقال في نفسه: إن الجوع قد بلغ من هذا المسكين مبلغا. فأخد الراعي شاة كبيرة وقرر إن هو يديله من الحليب بتاعها، ولكنه ما لقاش معاه وعاء، فقعد يبص يمين وشمال لغاية ما لقى هيكل عظمي لإنسان كان أدركه الموت في المكان ده. فأخد الراعي الجمجمة وحط فيها اللبن لغاية ما اتملت، وحطها قدامه ومشى في طريقه. ولسه الرجل بيمد إيده علشان يشرب، لقى أفعى كبيرة خرجت من بين الصخور وسبقته للحليب وشربته كله، فمسك حجر عاوز يضربها، فخافت الأفعى وطلعت كل اللي شربته من حليب في الجمجمة من جديد. بص الرجل للحليب بعد ما اختلط بالسم، وقال في نفسه: إني ميت لا محالة، وإن الموت على شبع أرحم من الموت على جوع. وشربوا كله لغاية ما خلصوا، وغمض عينيه وانتظر خروج الروح. واندهش الرجل اندهاش عظيم لما فتح عينيه ولقى نفسه إن هو نام الليل بطوله، وما عادش حاسس بالوهن اللي كان حاسس بيه، وقعد يقرص في نفسه علشان يتأكد إن هو مش في حلم. ولما راح عنه الذهول قام ومشى لغاية ما وصل لغدير مية، فشرب منه وبص لانعكاس وشه على المية، فلاحظ إن لون وشه ما بقاش أصفر زي الأول، فأخد بعضه ورجع للطبيب. ولما وصل له قال له معاتبا: كيف قلت أن لا دواء لي؟ فقال له الطبيب: لم أقل لا دواء لك، إنما قلت دواؤك ليس عندي، فإن دواءك أن تشرب لبن شاة بكر ممزوج بسم أفعى بكر في جمجمة فتاة بكر. ومن أين أحضر لك هذه الأشياء؟ فأخبرني كيف أحضرت دواءك. فحكى الرجل للطبيب اللي حصل، واندهش الطبيب وقال له: إنما يعجز عنه طبيب الأرض لا يعجز عنه طبيب السماء، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء. وبس كده، أشوفكم مع قصة جديدة بحكاية جديدة. أعاننا الله وإياكم.